اللي بباله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان. أنا أقول له لا يبقى، أطارده ليل ونهار. رسالة إلى شعبنا، أنا مستعد أضحي بعمري. هذه الصولة هي كصولة أولى، ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها. أموال الشعب ترجع للشعب. أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده. أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم. لا يمكن أسكت عن أي خطأ، ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي. وهذه الحكومة راح تكون حكومة مميزة بإذن الله. خلال هذه السنة رغبتنا نتعاقد ب25,000 ميجا مع تصليح الشبكة. السنة الجاية وضع الكهرباء راح يتحسن، البعض راح يكون وضع الكهرباء مختلف. وضع الكهرباء بالعراق من عام 91 وليس بعد عام 2003، من 91 ما موجودة كهرباء. فلا يستغلوهم ضعفاء النفوس ويحققون مآربهم. أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة، تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. ما بقي ساعة، اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة، عراق جديد. السلاح ينحصر بيد الدولة، القوة احتكارية بيد الدولة فقط. موضوع اللي بباله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان. أنا أقول له لا يبقى، أطارده ليل ونهار. أريد أعطي رسالة إلى شعبنا، أنا مستعد أضحي بعمري. لا عندي رغبة بتجديد، ولا عندي رغبة بترشيح، وما عندي رغبة أكسب أعداء أيضا. لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه. بهاي الحكومة أي فاسد ما عنده حصانة. أني أطمن شعبنا، إن شاء الله عندكم خوش حراس، اطمئنوا على مالكم. أموالكم إن شاء الله أمانة بأعناقنا، ودماءكم أمانة بأعناقنا، وراح نتابعها، وإن شاء الله نحسن في توظيف.